طيب دي نقطة مهمة قوي اللي بيتكلم فيها كابتن زيزو دي. هل الأهلي وصل إنه يبني إنه يبقى عنده الاستراتيجية اللي يروح بيها كأس العالم للأندية يا كابتن مصطفى؟ بص يا ابراهيم، انا عاوز اقول ايه برضو في القصه بتاعت النادي الاهلي دي اللي يلا اتفضل. ان بعض الناس تقول لك اصل في حمله، اصل في وفي الكلام ده. هو في في ايجابيات وفي سلبيات. الناس كلها دلوقتي معظم الناس تقول لك ايه لازم نغير كولر، وناس تقول لك احنا عاوزين فرقه كامله. صحيح. لو تبص على النادي الاهلي السنه اللي فاتت بنفس اللعيبه دي وبنفس المدير الفني ده كسبان كل البطولات. صحيح. انما حصل عاوز اقول ايه اداره النادي الاهلي كان في حاجه ما اعرفش ازاي فاتتهم. ايه هي؟ ان انت فرغت الفرقه من 14 لعيب. 14 لعيب. 14. انا المفروض قبل ما بمشي اللعيب بشوف هجيب مين، مش هقول لك بقى في مستوى لا يكون احسن منه، لان اللي كانوا موجودين كلهم كانوا لعيب سوبر. فده ما حصلش. ده اللي خلى حتى الجمهور عنده دلوقتي بقت الناس قلقانه شويه. ايوه. النادي الاهلي بينافس في الدوري العام، فرق بينه وبين بيراميدز نقطه واحده، وهيلعبوا يوم الاحد. في افريقيا احنا الاهلي كسب افريقيا مرتين، وكان طلع الثاني في المجموعه لو تفتكر. فانا مش عايز بس الناس تقلق من دي، انما اللي اقلق منه بقى ان انا اللعيبه اللي هيجيبها النادي الاهلي، هل هو هنجيب اللعيبه دي سد خانه عشان نقول للجمهور احنا تعاقدنا اهو؟ لان الكلام ده كان لازم يحصل من بدري. انت مشيت اللعيبه دي قبل ما تمشي اللعيبه اللي انت 14 لعيب و14 لعيب تقال. قبل ما امشيهم اكون محضر انا عاوز مين في المكان ده. لا بالنسبه له تجيب غيرهم يعني. بالظبط كده، اجيب غيرهم. وكاب زيزو مش لازم يكون بنفس المستوى، والمفروض يبقى احسن منه. انما لو في نفس المستوى مفيش مشكله. فالناس كلها مستنيه دلوقتي الصفقتين الجداد، وفي صفقه ثالثه. اكتر من صفقتين يا ابراهيم، اكتر من صفقتين. طبعا انت محتاج باك ليفت، ومحتاج واحد ستوبر في ورا. بعد انت مشيت عبد المنعم ما جبتش حد. بس باك ليفت ليه؟ ده اكتر مركز عنده النادي الاهلي، ده عنده كريم الدبيس، وعنده علي معلول مصاب وهيرجع، وعنده يحيى عطيه الله. انا عشان كده قلت يا كابتن ابراهيم ايه قلت في يعني الحلول ضمنها معالجه بمعنى ايه؟ الامر الطبي، الامور الطبيه. ازاي الفتره اللي جايه دي ازاي تعمل معالجه مثلا للناس المصابه، للناس اللي هي اوت اوف فورم، مش جاهزين. ازاي تعمل دعم ولو بسيط الفتره دي، اعاده الناس اللي هي تم اعارتها وفي امكان ان هم يرجعوا تاني. ايوه. بحيث ان انت ممكن خلال المشوار اللي جاي ده تقدر توصل بقى لغايه كاس العالم لشكل، وانت بشكلك والتيم بتاع. يعني انت لو معاك علي معلول وعطيه مثلا في كاس العالم هتبقى حاجه كويسه. صحيح. لو معاك واحد مثلا زي ديانج مثلا، عبد القادر، حاجه كويسه. عبد القادر شريف هو متاح اعتقد. شريف محمد شريف مثلا. القندوسي خلاص. القندوسي ده انا ده برضو علامه استفهام يعني. مظبوط. مش ليه؟ يا تتفقوا في الراي؟ لا طبعا لعيب كويس يا ابراهيم. ما يمشيش طبعا، لازم يبقى موجود. خلي بالك انا اتكلمت في الحته الاداريه بالنسبه للاداره، انما انا اتكلم من الجانب الفني. ان كولر لما هو بقى فيه دلوقتي يعني شد وجذب بين الاداره. هو احنا تحس انه الاهلي دخل مرحله الشك، الجمهور شاكك واللعيبه شاكه والمدير الفني شاكك. لا، ما المدير الفني عليه حاجات كتيره قوي يا ابراهيم. احنا قلنا حقق بطولات انما انت عندك مش عارف يوظف اللعيبه. يعني اجيب واحد عمر كمال العبه، راجل بيلعب باك رايت او في نص الملعب، اجيبه العبه باك ليفت، مش عدلته حتى في وقفه الكوره بتاعته. وكريم الدبيس يلعب وينج رايت. فهو مش عارف يوظف اللعيبه صح. كابتن حلمي خليك معانا، احنا مش بنوزع الكلام يعني. خلينا يبقى نقاش نخش فيه على طول. فهي يا ابراهيم المدير الفني مش عاوز اقول عند بينه وبين الاداره او مين اللي بيزهق الثاني ولا الكلام ده، لا. انما المدير الفني لازم يغير من فكره. يعني واحد بيغير في الدقيقه 76، التغيير بتاعه متاخر قوي. وبعد كده حتى اللعيبه اللي مشاها ما قالش انا عايز مين. وكان متمسك قوي 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 ودي علامه استفهام كبيره جدا لحد النهارده ما نعرفش على موديست. فهل الاداره بقى في دلوقتي شك بينها وبينه ان هو مهما طلب حاجه مش هجيبه غير احنا اللي هنجيبه بس واحنا اللي شايفينه صح؟ فدي نقطه من النقاط المهمه جدا. عشان كده كولر لازم يغير من فكره بسرعه. اولا النادي الاهلي لعب السنه اللي فاتت في البطولات كلها. انا شايف زي ما قال كاب زيزو نقطه مهمه جدا.
اللي هو اعداد نفسي للاعبين. صحيح. في اعداد بدني واعداد نفسي. طب النقطة اللي اتكلم فيها كابتن مصطفى عبده واللي أكد عليها كابتن زيزو في فكرة رحيل بعض اللاعبين، أنت بتشوفها من وجهة نظر حضرتك إزاي؟ هل كنت أصلا موافق على رحيل القندوسي من عدم ولا لأ؟ يعني انا مش القندوسي بس، يعني ديانج ده انا شايف انه ما يمشيش خالص يعني. والله طبعا كان بيلعب دور محوري في منتصف ملعب النادي الاهلي. طب هو السؤال، هل الاهلي ما عندوش في نص الملعب اللي يعوض غياب ديانج؟ ما هو عنده مروان عطيه وعنده مروان كوكا. عطيه بس اعتقد امام عاشور وكوكا وامام عاشور دول يعني هم دول الاقرب ان هم اللي يبقوا اساسيين، لكن ديانج في وجود الاثنين دول كان يبقى وجوده مهم جدا جدا يعني. ده واحد من الناس اللي انا على المستوى الشخصي على المستوى الشخصي استغربت جدا ان هو مشي. والقندوسي لعيب كويس. طبعا لعيب كويس. لعيب كويس جدا يعني. عامل فارق بشكل كبير جدا في فرقته في سيراميك كليوباترا يعني. كابتن اسماعيل برضو نفس السؤال، وتشوف عليهم ازاي فكره رحيل برضو كهربا؟ هل هي دي كانت طبيعيه؟ كهربا كان لازم يمشي لانه خلاص اصبح الامور بالنسبه له صعبه مع جمهور النادي الاهلي؟ كهربا كان لازم يمشي. كان لازم يمشي. كانت صعبه جدا مع النادي الاهلي. انما قبل كهربا يعني برضو عايز اعلق على رحيل بعض النجوم من النادي الاهلي. شريف ما يمشيش، عبد القادر ما يمشيش، قندوسي لازم يكون موجود، ديانج لازم يكون موجود، حمدي فتحي موجود طبعا. المجموعه دي كان هيتخطى النادي الاهلي مرحله اكرم توفيق. هيبقى في مجموعه. وبعدين انت خدت بهدف ايه؟ خدت بهدف الفلوس. النادي الاهلي عنده بادجت، الاداره عندها بادجت كبير جدا من السبونسر، يقدر يعني الفلوس انت ما جبتش ما عوضتش بيها لعيبه، فانت ضربت اساس الفرقه في 5 أو 6 لعيبه مميزين جدا اساسيين. شريف من الفراوده الجامدين جدا. كان انت بعد ما يمشي كهربا مين اللي ما هيبقى موجود؟ على فكره كولر في الحوار اللي كان اتكلم فيه معاه قال لي انا كنت متمسك جدا بشريف. امال مين اللي مشاه؟ هو اللي عايز يمشي. هو اللي عايز يمشي. ما فيش حاجه اسمها عايز يمشي. هو في تعاقد يا ابراهيم مع النادي لازم يستمر. يقول انا عاوز امشي وبعد كده المدير الفني هو اللي بيطلب والاداره هي اللي بتجهز له الطلبات بتاعته. انما اللي حصل الفتره اللي فاتت لا، في انا الكابتن زيزو اتكلم في حته مهمه جدا يا ابراهيم اللي هي بتاعت المدير الرياضي. المدير الرياضي ده لازم يكون جاي بالاجماع من الجهاز الفني ومن مجلس اداره النادي، لان ده هيمسك كل حاجه. فبالتالي دي من الحاجات اللي هي درجه الوصل بين الجهاز الفني واللاعبين ومجلس الاداره. صحيح. دي مش موجوده. طب هل تشعر انه الكابتن رمضان مش جاي؟ لا، محمد رمضان مع احترامي ليه الفتره بتاعته اللي قضاها لسه ما تحكمش عليه فيها. انما التخطيط بالنسبه للكل للكوره في النادي الاهلي لا، محتاجه كتير على فكره. حتى كابتن مصطفى عبده بيقول ايده المنطق واضح، مش محتاج جدال ولا تشغيل مخ ولا حرق في الفاضي. محمود الخطيب ما فشلا لا يمكن وصفه، ما ينفعش يرأس اتحاد ملاك عمارة مش نادي زي النادي الأهلي. يا ما راجل خين 100% زي ما قال هشام سليم، وعمل اللي عمله ده عن عمدا غير كده، ما فيش حاجة تتقال ولا تتصلح.